في قرية صغيرة في صعيد مصر، في بيت عادي جدا، كان في سر محدش عرفه غير بعد 8 سنين. ست اسمها زينب، متجوزة من عبد الرازق، وعندهم بنت صغيرة. حياتهم من بره طبيعية جدا، جيران، أهل، ناس بسيطة. لكن من جوه كان في مشاكل، خناقات، توتر، وحاجة محدش كان شايفها. زينب كان ليها علاقة مع راجل تاني، وعبد الرازق كان عقبة. في ليلة الخناقة كبرت بينهم، واللي حصل بعدها محدش شافه. بس اللي معروف إن عبد الرازق اختفى. الناس سألت عليه، زينب قالت سافر. مرة قالت في الخليج، ومرة ساب البيت ومشي. ومع الوقت الناس بطلت تسأل، لكن الحقيقة كانت لسه موجودة جوه البيت. زينب ما خرجتش الجثة بره، خافت، فقررت تخبيها جوه المكان الوحيد اللي محدش هيشك فيه، تحت البلاط، في نفس الأوضة. طلبت تغيير الأرضية، وقالت إن البلاط بايظ. حد من قرايبها جه وكسر الأرض ورص بلاط جديد، من غير ما يعرف إن تحت البلاط ده في جثة. مرت الأيام والشهور والسنين، عبد الرازق اختفى من حياة الكل، وزينب كملت حياتها عادي، بتطبخ، بتنظف، بتربي بنتها. والبنت كانت بتلعب وتنام في نفس الأوضة، فوق المكان اللي مدفون فيه أبوها 8 سنين كاملة. لحد ما أخو عبد الرازق بدأ يقلق. أخوه مش بيرد، مش بيرجع. قدم بلاغ، الشرطة بدأت تسأل. زينب كانت هادية، بس في حاجة لفتت نظرهم. أوضة واحدة في البيت البلاط بتاعها جديد، باقي البيت قديم. ليه الأوضة دي بس؟ الشك بدأ يكبر. قرروا يكسروا البلاط، وأول ما تكسر الريحة طلعت، ريحة صعبة. وبعدها اتكشفت الحقيقة. جثة عبد الرازق كانت مدفونة تحت البلاط من 8 سنين. زينب اتقبض عليها، والتحقيقات كشفت كل حاجة. الرعب الحقيقي هنا مش في الجريمة، الرعب إنك تعيش حياة كاملة فوق سر زي ده ومن غير ما حد يحس. لو كنت مكانها كنت هتقدر تعيش يوم واحد، ولا كنت هتنهار؟ اكتب، كمل.